عارف ايه هي اصعب حاجة في الدنيا؟ انك تشوف حد كان نضيف، كان عنده مبدأ، وفجأة بقى شخص تاني خالص عكس اللي كان عليه. ناس كتير لما الدنيا شدت عليها اختارت انها تتغير، بس للأسف اتغيرت للأسوأ. اختارت انها تركب الموجة، حتى لو الموجة دي كانت بتاخدها بعيد عن نفسها. في ناس بتبيع مبادئها، وفي ناس بتبيع ضميرها، وفي ناس بتبيع نفسها علشان دنيا. بس محدش بياخد باله من إن الفلوس بتخلص، والفرص بتروح، والشهرة بتتنسي، بس النفس اللي بتتباع صعب ترجع تاني زي ما كانت. بص، مفيش حد فينا معصوم، ومفيش حد ما بيتحطش في اختبارات صعبة. بس الفرق الحقيقي انت هتختار ايه لما الظروف تضغط عليك. في ناس اختارت تفضل ثابتة حتى لو خسروا الدنيا، بس هم كسبوا نفسهم. وفي ناس كسبت الدنيا بس خسرت صورتها قدام نفسها. لازم انا وانت كل فترة نراجع نفسنا ونسألها: لما الدنيا تضيق بنثبت ولا بنتغير؟ بنصون ولا بنبيع؟ مش كل مكسب مكسب حقيقي، ومش كل خسارة خسارة حقيقية. في مكسب بيكرهك في نفسك، وفي خسارة بتعلمك تكون إنسان بجد. وفي الآخر اللي بيبيع مبادئه النهاردة هيصحى بكرة يدور عليها، وهيدور على نفسه، وساعتها مش هيلاقيها. فاسأل نفسك: لو اتحطيت في موقف صعب هتختار تبقى إيه، وهتبقى مين؟